يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: فأرفع الإسناد للصديق بن أبي خالد عن قيس نام، وعماريف بن شهاب بده، عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه رو ما وهن، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعراج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، لمكة سفيان عن عمر وذا، عن جابر وللمدينة خذا، ابن أبي حكيم عن عبيده، ابن أبي حكيم عن عبيده الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة نصح لليمن، للشام الأوزاعي عن حسان، للشام الأوزاعي عن حسان، عن الصحاب فائق إتقانا، وغير هذا من تراجم تعد، ضمنتها شرحية عنها لا تعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع باب الصحيح من ألفية السيوطي، وقد عرفنا أن الإمام السيوطي افتتح هذا الباب أولا بتعريف الصحيح، ثم بعد ذلك تطرق بعد تعريفه إلى بيان حكمه وما يفيده، هل يفيد الظن أو القطع، لأن هذا يعني يناسب في الترتيب بعد التعريف أن يذكر الحكم، هل يفيد الظن أو القطع. ثم بعد ذلك تطرق إلى مسألة اشتراط العدد في الصحيح، وأن الراجح عدم اشتراط العدد. ثم خلص إلى الكلام حول مسألة أصح الأسانيد، وعندها وقفنا، وذكر يعني أن الراجح، بدأ بذكر الراجح، وهو التوقف عن الحكم لإسناد بعينه بأنه أصح مطلقا. ثم ذكر الأقوال الأخرى. هذا القول الأول في أصح الأسانيد هو التوقف عن الحكم لإسناد بعينه بالأصحية المطلقة. والقول الثاني هو قول من عين إسنادا، فأصحاب هذا القول اضطربوا واختلفوا إلى أقوال فاقت 10، ذكر منها السيوطي 9 أقوال، وقال يعني في ألفيته ذكر أنها قد فاقت 10، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب. ذكر منها هو 9 أقوال، لم يقصد بذلك الحصر، وإنما ذكر منها 9 أقوال. ثم بعد ذلك انتقل إلى القول الأخير وهو الثالث، وهو قول من قيد الأصحية ببلد معين أو صحابي، أو قبل ذلك بصحابي معين أو بلد معين. فذكر يعني بعض الأقوال في أصح الأسانيد باعتبار الصحابي. وهنا وقفنا، فقال رحمه الله تعالى: فأرفع الإسناد للصديق ما بن أبي خالد عن قيس نما. قبل ذلك قال لما ذكر يعني ختم الأقوال في أصح الأسانيد، ختم بإسناد ولد القاسم، ابن القاسم عن أبيه عن عائشة، قال: وولد القاسم عن أبيه عن
عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد. ويعني بقوله قوم ذو فطن يعني الحاكم ومن تابعه على مذهبه ورأيه. هؤلاء قيدوا الأصحية بصحابي معين أو ببلد معين، فبدأ بذكر التقييد بالصحابي، فقال فأرفع الإسناد أي صحة للصديق، يعني بذلك أبا بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، عبد الله بن عثمان ابن عامر التيمي، عبد الله بن عثمان ابن عامر التيمي. عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي توفي سنة 13 بعد الهجرة، سنة 13 بعد الهجرة. قال فأرفع الإسناد للصديق ما بن أبي خالد عن قيس نما، أي ما رواه ابن أبي خالد. ابن أبي خالد اسمه إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الكوفي، توفي سنة 146 للهجرة. قال فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، قلنا هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس نما. قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم من المخضرمين، وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لغيره، حيث إنه روى عن 10 المبشرين بالجنة، اجتمعت له الرواية عن 10 المبشرين بالجنة، وهذا ذكروا أنه لم يجتمع لغيره. يقول أرفع الإسناد للصديق ما بن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم البجلي أيضا، وكنيته أبو عبد الله الكوفي، توفي بعد 90 للهجرة. باختصار فأرفع وأصح أسانيد الصديق هو ماذا ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق. يقول هذا أصح أسانيد الصديق رضي الله عنه، ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن ذكر أصح أسانيد الصديق انتقل إلى بيان أصح أسانيد الفاروق عمر، فقال وعمر فابن شهاب بده، أي يعني أن أصح أسانيد عمر رضي الله عنه ما رواه ابن شهاب، فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قوله بده وعمر فابن شهاب بده يقال بدهه بالأمر بدأه به، فكأنه يقول ابدأ به. وعمر فابن شهاب بده أي ابدأ به، والضمير يعود إلى ابن شهاب، أي ابدأ هذا الإسناد الذي يوصف بكونه أصح أسانيد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ابدأ هذا الإسناد بابن شهاب عن أبيه عن سالم سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا أصح أسانيد من؟ الفاروق. أصح أسانيد عمر إذن هو ما رواه ابن شهاب الزهري ذكرناه، لذلك لم نقف عنده. محمد اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، فشهاب وجده الثالث اشتهر بالنسبة إليه، اشتهر بالنسبة إلى جده الثالث الزهري، من شيوخ الإمام مالك المشاهير الذين عرفوا بسعة الرواية. يقول بده وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده.
إذن هذا أرفع أسانيد من؟ الفاروق. ثم انتقل إلى بيان أصح أسانيد من؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن راو عنه ما وهن. يقول إن أرفع وأصح أسانيد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جعفر الصادق، واسمه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. جعفر الصادق عن أبيه اللي هو محمد بن علي الباقر، يلقب الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين، علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، عن جده اللي هو علي بن أبي طالب، على القول أو على الخلاف في عود الضمير. وهذا الإسناد ذكره الحاكم النيسابوري في أصح أسانيد أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرد عليه إشكال، أنه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث حين ذكر صح أسانيد أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جعفر عن أبيه عن جده. طيب جعفر قلنا هو جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه هو محمد بن علي، لا إشكال. لكن عن جده إذا قلنا إن الضمير يعود إلى جعفر فيكون جده هو من؟ علي بن الحسين. علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي زين الملقب الذي يلقب بزين العابدين رحمه الله تعالى، يروي إذا قلنا عن أبي عن جده، إذا قلنا إن الضمير يعود إلى جعفر فيكون جده هو علي بن الحسين. لكن إشكال هو أن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب، لأنه هذا أصح أسانيد قلنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، أو عن جده هكذا، فيكون علي بن الحسين. لحظة، قلنا قال: وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن راو عنه ما وهن. فهنا قال الناظم في تدريب الراوي يعني السيوطي: هذه عبارة الحاكم، يعني ما رواه جعفر عن أبيه عن جده، ووافقه من نقلها وفيها نظر. يقول السيوطي: فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب، يعني علي بن حسين لم يسمع من علي بن أبي طالب، أو إلى محمد، يعني يكون الضمير الجد عائد إلى أقرب مذكور، لأنه قال جعفر عن أبيه، فإذا كانت الضمير يعود إلى أبي جعفر اللي هو محمد الذي هو محمد بن علي فيكون جده نعم قال هنا: وإن كان فجده علي أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين، من الحسين، فيبقى الإشكال قائما، يعني لأنه إذا قلنا إن الضمير هنا في الحالين يكون الإسناد منقطعا. واضح؟ إذن الحسين هو جد من؟ هو جد محمد حسين بن علي. في هذه الحالة غيكون الإسناد ينتهي إلى الحسين بن علي ليس إلى علي بن أبي طالب. إذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور سينتهي الإسناد إلى حسين بن علي بن أبي طالب. لكن الإشكال هو أن محمد لم يسمع من جده الحسين. وأيضا على القول الأول جعفر أو نعم قلنا جعفر عن أبيه اللي هو محمد بن علي عن جده جد، يكون جد جعفر هو من قلنا هو علي بن الحسين، وعلي بن الحسين لم يسمع من علي لم يسمع من علي بن أبي طالب، فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب، لأن جد جعفر هو علي بن الحسين، وهو يروي عن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي، جد علي بن الحسين زين العابدين هو علي بن أبي طالب، لم يسمع منه. لهذا بعض أهل العلم حين شرح البيت يرفع الإشكال، لأن هنا في البيت لم يسمي الآباء، مع أن الحاكم
قال عن أبيه عن جده، لكن خلى بعض أهل العلم ترك هذه الآباء على إطلاقها، وجعل الإسناد من رواية كل واحد عن أبيه، يعني فيكون على هذا القول أو على هذا الاختيار أصح أسانيد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو ما رواه جعفر كل واحد منهم عن أبيه. عن أبيه اللي هو محمد بن علي، عن أبيه اللي هو علي بن الحسين بن علي، عن أبيه اللي هو الحسين بن علي رضي الله عنه، عن أبيه اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يعني إذا قلنا إن كل واحد من هؤلاء يروي عن أبيه يرتفع الإشكال، لكن إذا يعني تابعنا الحاكم على ما ذكره، لأن في الواقع هذا اختصار لما ذكر ولا يخترع، وإنما يختصر ما ذكر. فمن الأقوال التي قيلت إن أصح أسانيد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو ما رواه جعفر عن أبيه عن جده هكذا، فوقع الإشكال. من أراد أن يرفع الإشكال جعل كل راوي من هؤلاء يروي عن أبيه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. على أي وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن راو عنه ما وهن. فالمقصود إن أصح من الأقوال التي ذكرت في أصح الأسانيد أهل البيت ما سمعتم وما رواه جعفر عن آبائه. ثم انتقل إلى ذكر أصح أسانيد من؟ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ولأبي هريرة الزهري عن سعيد. إذن أصح أسانيد أبي هريرة يقول وما رواه الزهري بن شهاب، تقدم معنا، وقد توفي سنة 124 و100 وقيل 25 و100 على خلاف 124 125. الشاهد يقول هنا ولأبي هريرة الزهري عن سعيد. سعيد هنا هو سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة. هو طبعا ذكر أبي هريرة قدمه، فيكون على هذا القول أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه. اسمه أبي هريرة ماذا على الراجح؟ الرحمن بن الصخر على الراجح في اسمه واسم أبيه. توفي سنة 57 وقيل 58 وقيل 57، والأول أصح وأرجح. المقصود أن أصح أسانيد أبي هريرة ما رواه من؟ ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا اختيار. الاختيار الثاني أو القول الثاني هو قول من قال إن أصح أسانيد أبي هريرة، عطفه على هذا القول، أو أبو الزناد، أو قال أو أبو الزناد حيث عن أعرج. من القول الثاني هو قول من يقول إن أصح أسانيد أبي هريرة هو ماذا؟ ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من إسناد ديال الجمعة يقولوا في التسمية. هذا الإسناد مما ذكر فيه إنه أصح الأسانيد ما رواه أبو الزناد. أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز. إذن أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، وتوفي سنة 30 و100 للهجرة. والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قول ثالث أو اختيار ثالث في أصح أسانيد أبي هريرة وهو ما رواه، قال هنا وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. يعني إن أصح أسانيد أبي هريرة في هذا القول هو ماذا؟ ما رواه حماد بن زيد بن درهم. حماد بن زيد ابن درهم عن من؟ عن أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميمة السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني يقول هنا عن محمد، هو محمد بن سيرين. محمد بن سيرين عن أبي هريرة. حماد بن زيد بن درهم البصري توفي سنة 79 و100، يعني في السنة التي توفي فيها من؟ 179 إمام مالك رحمه الله. حماد بن زيد، وهناك يعني قارين له وهو حماد بن سلمة. محمد بن سلمة ابن دينار، فكلا يعني الرجلين جده عملة، أحدهما درهم والآخر جده دينار. وهذا من الطرائف التي تذكر حتى يعني، لكن من حيث
من حيث جلالة القدر في الحديث، ومن حيث يعني التمكن في الحديث، فإن حماد بن زيد أمكن وأعلم. من حيث السنة وتمسك ويعني الذب عنها ويعني الرد عن أهل البدع المخالفين للسنة، حماد بن سلمة. فالمقصود إن أصح أسانيد أبي هريرة على هذا القول ما رواه حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، توفي أيوب بن سنة 31 و100 الهجرة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. هذا القول قول علي بن المديني شيخ الإمام البخاري الذي أخذ عنه العلل، والذي قال ما استصغرت نفسي عند أحد يعني في العلم إلا عند علي بن المديني، فهو شيخ البخاري وعنه تخرج خريجه في علم العلل، علي بن المديني. لأن هذا فيما يتعلق بأصح أسانيد أبي هريرة. باختصار ذكر السيوطي في أصح الأسانيد باعتبار الصحابي أو بالتقيد بالصحابي، ذكر أصح أسانيد أبي بكر، ثم ذكر أصح أسانيد عمر، ثم ذكر أصح أسانيد أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أصح أسانيد أبي هريرة. ذكر من الصحابة 4 منهم، وذكر أصح الأسانيد إليهم، ثم انتقل للحديث عن أصح الأسانيد باعتبار ماذا؟ البلد. وهذا يعني القيد الثاني، إما أن نقيد بالصحابي على القول الثالث، إما أن نقيد بالصحابي وإما أن نقيد بالبلد. وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد. فهنا انتقل فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر. يقول أصح أسانيد مكة ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. إذن فهذا أصح أسانيد ماذا؟ مكة ما رواه سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وفي الأصل كوفي، ثم يعني نزل مكة. أبو سفيان بن عيينة عن من؟ عن عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة توفي سنة 98 بعد 198 هجرية. وعمرو بن دينار أيضا يكنى بأبي محمد المكي، عن جابر بن عبد الله بن حرام. جابر بن عبد الله توفي سنة 78 بعد الهجرة. باختصار أصح أسانيد مكة هو ما رواه من؟ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن من؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم انتقل إلى أصح أسانيد المدينة. قال وللمدينة خذ ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. لهذا يعني ابن هذه لا بد من أن تكون منصوبة، أي خذ، وهذيك ألف الإطلاق خذ، وإنما المقصود خذ ماذا؟ ابن أبي حكيم اسمه أيضا إسماعيل، حتى تتذكروا أنه تقدم معنا ابن أبي خالد، قلنا اسمه إسماعيل بن أبي خالد، ذكرناه في أرفع أسانيد الصديق، رفعوا الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، فهذا أيضا إسماعيل بن أبي خالد. وهذا ابن أبي حكيم، إسماعيل بن أبي حكيم توفي نعم، إسماعيل بن أبي حكيم توفي سنة 30 للهجرة. عن عبيدة هنا هو غير عبيدة السلماني الذي تقدم معنا، فذاك عبيدة ابن عمرو، وهذا عبيدة ابن سفيان بن الحارث. عبيدة فتح العين، عبيدة فتح العين بن سفيان بن الحارث
الحضرمي ثقة من الثالثة، قال ابن حجر ثقة من الثالثة، عن أبي هريرة. إذن فأصح أسانيد المدينة ما رواه من؟ إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي غير السلماني، عن عبيدة الحضرمي عن من؟ عن أبي هريرة. طيب عبيدة السلماني أين ذكر معنا؟ اللي هو طيب كلنا ماشي الإسناد الثالث وماشي ابن شهاب، اذكر لنا الإسناد ثالث. نعم. ثم ابن سيرين عن الحبر العالي عبيدة بما رواه عن علي. ثم ابن سيرين عن الحبر العالي عبيدة، فعبيدة يعني هذا ايش من قوله تراه الصنة قلبنا نعم على أي ايش من قول هذا؟ لا أكثر نعم هذا السابع، قول السابع، سامحك الله، يعني طوفت بنا جميع الأقوال. طيب على أي فعمر المقصود أن عبيدة هنا هو غير عبيدة الأول، هذا ذاك سلماني كوفي، وهذا حضرمي يعني كوفي ينسب إلى الكوفة، وهذا حضرمي ينسب إلى حضرموت باليمن، لا علاقة بينهما يعني واحد. ثم إن الأول يعني يعد من المخضرمين من جهة كبر سنه عبيد السلماني. قلنا في يخص المدينة أصح أسانيدها ما رواه إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة. ثم قال وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. يقول إن أصح أسانيد اليمن ما رواه من؟ معمر ابن راشد. معمر هو معمر ابن راشد البصري، معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، نزل اليمن. معمر ابن راشد البصري توفي سنة 53 بعد 100. عن همام، هو همام ابن منبه، همام ابن منبه الصنعاني اليماني، همام بن منبه الصنعاني اليماني، توفي سنة 31 بعد 100 عن أبي هريرة. فأصح أسانيد اليمن ما رواه معمر بن راشد عن همام ابن منبه الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم انتقل لذكر أصح أسانيد الشام. قال للشام لوزاعي عن حسان، للشام لوزاعي، يقول إن أصح أسانيد الشام ما رواه الإمام الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، توفي سنة 57 بعد 100، وهو في منزلة الإمام مالك في بلده. عندما تتحدث عن الأوزاعي في الشام كأنك تتحدث عن الإمام مالك في المدينة، وكأنك تتحدث عن سفيان الثوري في العراق في الكوفة، وكأنك تتحدث عن الليث بن سعد في مصر. فهؤلاء نجوم 4 كانوا في زمان واحد، لكن كل نجم سطع في بلده وموطنه. فالأوزاعي عبد الرحمن اسمه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله. يقول الشام لوزاعي عن حسان، حسان هذا الإطلاق، إلا فهنا طبعا عن تجر، وإنما هذا الإطلاق ذلك الضرورة الشعرية. عن حسان يعني بذلك حسان بن عطية، حسان اسمه حسان ابن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي. عن الصحابة، لأنه قال للشام لوزاعي عن حسان عن الصحابي، يعني ما رواه حسان بن عطية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة يعني
لا يفاضل بينهم في هذا الباب فيما يتعلق بأصح الأسانيد، لا يفاضل بين الصحابة في هذا الباب، وإنما في من دونهم. فقال أصح الأسانيد الشام ما رواه الأوزاعي إمام أهل الشام عن حسان ابن عطية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأوزاعي هو صاحب تلكم المقولة التي تؤثر عنه حين قال تحدث عن لزوم سبيل السلف، قال: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يقول للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا. فائق إتقانا يعني أي راجح هذا الإسناد على غيره من أسانيد الشام. فائق إتقانا أي إن هذا الإسناد فائق أي راجح على غيره ومقدم على غيره من أسانيد الشام. ثم قال: وغير ما ذكر وغير ما نعم ثم قال: وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد. أي غير ما ذكر من التراجم من الأسانيد ضمنتها شرحي، يقصد بشرحه تدريب الراوي، يقصد بشرحه تدريب الراوي، وهو شرحه على ماذا؟ على كتاب التقريب للنووي. والتقريب هو ماذا؟ هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح اختصرها النووي في كتاب التقريب، وكتاب التقريب شرحه السيوطي في التدريب. وهو يقول هناك أسانيد أخرى وأقوال أخرى وتراجم أخرى لم أذكرها هنا لضيق النظم، أن النظم يعني لا يمكن أن يتسع فيه مثل النثر. فقال أحال القارئ والطالب على شرحه التدريب لأنه توسع فيه، بل إن من أهل العلم من قال إنه أوسع وأجمع كتاب في هذا في المصطلح من حيث الجمع. السيوطي جماع من حيث الجمع، من أهل العلم من قال إنه أجمع كتاب. لهذا قرر، كان هو المقرر علينا في الجامعة الإسلامية، كان هو المقرر لعلهم راعوا هذا الاعتبار، يجمع يعني ما ذكر قبله. وهذا من حسنات السيوطي رحمه الله أنه كان يفعل هذا. وتستغرب سبحان الله لتذكره للنقول، أن أحيانا لما رجعت كتابه البحر الذي زخر لي هو شرحه على ألفية السيوطي، والله تعجب كيف ينقل لك أشياء أحيانا من غير مظانها. في ذاك الوقت ما كانش أجهزة، لم تكن هناك أجهزة، يعني إنسان عنده مجموعة من الكتب وليست هناك فهارس تيسر كيف يعني يستحضر هذه النقول ويرجع إليها. الله أعلم، يعني هذا يدل على ذكاء صراحة، يعني يدل على ذكاء وعلى حافظة قوية. يعني عندما تنظر تعجب، يعني يتطوف بك في نقل واحد مسألة واحدة. لعلي أضرب لكم مثالا إن شاء الله فيما يأتي. المقصود يقول: وغير هذا من تراجم تعد أي تذكر في أصح الأسانيد ضمنتها شرحية، يعني بذلك تدريب الراوي، عنها لا تعد. شرحية عنها لا تعد، إما قيل لا تعد أي لا تذكر هنا نظرا لضيق النظم، أي لا تذكر هنا لضيق النظم. وظهر لي معنى لعله يكون أيضا مناسبا، وهو أن يكون المعنى لا تعد أي لا تتعداها إلى غيرها. يقال كما قال في اللسان: عدى عن الأمر جازه إلى غيره وتركه. عدى عن الأمر،
فقوله عنها لا تعد لا تعدي، وإنما يعني الحفاظ على النظم أو على الوزن وعلى القافية يمكن أن تحذف الياء، فيقال لا تعد أي لا تعدي، بمعنى لا تتجاوزها إلى غيرها، لأنني قد جمعتها ولم أدع منها شيئا. هذا يعني معنى. والمعنى الآخر ضمنتها شرحية عنها لا تعد أي لا تذكر هنا، لكن في هذا المعنى صراحة إشكال في عود أو في متعلق عنها. حين تقول وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحية عنها، شرحية عنها، شرحية عنها لا تعد، يعني على أي قيل هذا. فذكر أن معنى قوله شرحية عنها أي شرحي لها، شرحي لها عنها بمعنى لها، لا تعد أي لا تذكر هنا لضيق النظم. على أي كان، فالمقصود أن السيوطي بهذا يكون قد أنهى الكلام عن مسألة أصح الأسانيد، وهي أطول مسألة خاض فيها إلى الآن. ذكر الأقوال بدأ بالقول الراجح، والوقف عن حكم قال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، فرجح أن الأسد والأصوب التوقف عن حكم إسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد. ثم ذكر القول الثاني وهو قول من عين إسنادا بعينه وسرد الأقوال فيه، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب. ثم خلص إلى قول من قيد بالصحابي أو بالبلد، وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد، ثم ذكر أمثلة لكل. على أي بهذا يكون قد أنهى الكلام عن هذه المسألة، وانتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى عنوان لها بقوله مسألة. ثم قال رحمه الله أول جامع الحديث والأثر. الأبيات لم تقرأ بعد، لم تقرأ بعد. طيب اقرأ لنا أحد الإخوان. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسألة. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجمع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجمع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. انتقل السيوطي رحمه الله إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. يقول إن أول من جمع الحديث ودونه، والأثر هنا إما أن يكون العطف عطف تفسير، إذا قلنا إن الحديث والأثر بمعنى واحد يكون من باب عطف الكلمة على مرادفها أو المرادف على مرادفه، فيكون العطف هنا للتفسير، أو يكون للمغايرة إذا قلنا إن الأثر يعني أخص، أو على اختلاف المعنى إذا قلنا إن الحديث للمرفوع، على اختلاف الأقوال التي تقدمت معنا. قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب، أي أول من جمع الحديث ودونه جمعا، يعلقوا هنا جمع أول جامع الحديث والأثر أي جمعا وتدوينا رسميا. المقصود هنا الجمع والتدوين الرسمي،
الجمع والتدوين الرسمي. أول جامع الحديث والأثر من؟ ابن شهاب، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، تقدم معنا، توفي سنة 24 و100 وقيل 25 و100، آمرا له عمر، أي بأمر من عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. فمروان بن الحكم جده عمر بن عبد العزيز، عد عند بعض أهل العلم من الخلفاء الراشدين، وإن تأخر زمنه عنهم فإنه كان منهم سيرة وهديا رحمه الله. توفي سنة 101 للهجرة، ولم تدم خلافته إلا سنتين، إلا ما يقارب سنتين، تزيد أو تنقص قليلا. المقصود أن خلافته لم تدم طويلا رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك فإنه قد حرص على أن يكون له هذا الأجر والثواب، أجر جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تهيأ جمع القرآن لغيره ممن سبقه من الخلفاء الراشدين، فهو أراد أن يكون له هذا الأجر وهذه الفضيلة. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. طبعا قلنا هذا التدوين الرسمي، وقد ذكر الإمام البخاري معلقا في صحيحه معلقا أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم يقول: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، أو قال فاجمعوه، فإني خشيت دروس العلم، أي اندراس العلم وذهابه. وأمر أن يجلس العلماء ليعلم الناس العلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فأمر بأن ينشر العلم وأن يفشى. المقصود أنه كتب إلى عامله على المدينة بهذا الأمر، وعامله فيما يبدو أسند الأمر إلى ابن شهاب. وهذا الأمر لم يكن خاصا بالمدينة، بل إنه قد نقل أيضا أن ذكر هذا حافظ بن حجر في الفتح نقلا عن تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، أن عمر بن العزيز أرسل إلى الآفاق بهذا الأمر، لم يخص هذا بالمدينة، بل إنه أرسل إلى الآفاق يأمرهم بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع الرسمي أو هذا الجمع يتميز بأمرين: أنه أولا جمع رسمي يعني بأمر من الخليفة، وثانيا كونه رسميا، هذا لا شك أنه سيجعله أعم وأشمل من غيره، لأن الصحابة من سبق كان بعض الصحابة وبعض من جاء بعدهم يكتبون لأنفسهم. فمثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، حتى إن أبا هريرة ظن أنه أوسع منه حديثا، فقال كما في صحيح البخاري: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب، له صحيفة تسمى بالصادقة، هذه الصحيفة تسمى بالصادقة. وصح في سنن أبي داود أن بعض الشيوخ من كبار الصحابة قالوا لعبد الله بن عمرو: كيف تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا وهو بشر، كيف تكتب عنه كل شيء؟ فأمسك عن الكتابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اكتب، أمره أن يكتب. فوالذي نفسي بيده لا يخرج منهما أو منه، أشار إلى شفتيه أو إلى فيه عليه الصلاة والسلام، لا يخرج منه إلا الحق، فأمره بالكتابة. وأيضا أمر عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة لأبي شاه في فتح مكة، خطب خطبة فقال رجل من أهل اليمن: اكتب لي يا رسول الله، يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وهذا أيضا قصته في صحيح البخاري. وعلي بن أبي طالب أيضا كانت له صحيفة حين سأله ابن أبي جحيفة
عما كان يروج له بعض الشيعة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد خص آل بيته بكتاب دون الناس، فقال سأله عن ذلك: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة، أو فهم أوتيه رجل مسلم. قالوا: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، مما يتعلق بالديات، العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يعني بعض الأحاديث التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في صحيفة، وهذا الأمر لم يكن مختصا به، بل إن غيرهم من الصحابة أيضا كتبوا بعض الأحاديث ليحفظوها، لأن في قصة عبد الله بن عمرو التي ذكرت لكم قال: كنت أكتب لأحفظ. هذا مسلك سلكه بعض السلف، كانوا يكتبون ليحفظوا ثم يمحون، لأنهم يعني يعتقدون، أو كان هذا وهو في الواقع هذا أمر صحيح، أن الاعتماد على الكتاب يجعل الإنسان يعول على ما في الكتاب فينسى، ولا يعني يحرص على أن يستذكر. قل أنا عندي في كتاب هذا الحديث موجود عندي في الكتاب، فلا يراجع ولا يستذكر حتى، واضح. لكن إذا حفظ وأتقن، بعض السلف أو بعض المحدثين كان يفعل هذا، إذا حفظ الحديث وأتقنه محاه، يبقى تعويله على حفظه. نعم صحيح، هذا كنت سأذكره، لكن الحمد لله أنك يعني بادرتني به. صحيح، نعم، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. فهذا في الواقع نهي عن الكتابة، عن كتابة الحديث. أهل العلم وجهوا هذا النهي بكونه كان في بادئ الأمر خشية التباس القرآن بالسنة، لأن الناس في ذاك الزمان لم تكن عندهم كتب ممكن مثلا يفصل شيء عن شيء، كانوا يكتبون في الرقاع الجلود، وفي اللخاف يعني بعض الحجارة المصفحة أو المسطحة، ويكتبون في السعاف النخل، يعني أدوات وأشياء متيسرة في ذلك الزمان. فتصور عندك قطع هكذا من العظام المسطحة والجلود، وإذا كتب في بعضها حديث وفي بعضها قرآن ربما يختلط الأمر، فنهي عن هذا. وهذا توجيه. بعض العلماء وجهوا النهي توجيها آخر، فقالوا حتى لا يضاهى الحديث بالقرآن. وآخرون قالوا حتى لا يشتغل بالحديث عن القرآن، لأنه ورد في آثار عن عمر رضي الله عنه أنه أيضا هم بجمع الحديث، وأنه استشار الصحابة في ذلك. لا تنسوا أن عمر كان له الفضل في جمع القرآن، والذي أشار بذلك على من؟ على أبي بكر الصديق، فقال: كيف نصنع شيئا لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك شرح الله صدر أبي بكر لمن شرح له صدر عمر، ثم عرض ذلك على من؟ على زيد بن ثابت، فقال لهما: كيف تفعلان شيئا؟ التربية التي ذكرنا، ناس تربوا على الاتباع وعلى الاقتداء، كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتريث حتى تبين له أن هذا الأمر ليس من باب الابتداع في الدين، أن هذا داخل في باب المصالح المرسلة، والمصلحة المرسلة مع البدعة يعني متقاربان جدا، بينهما فوارق دقيقة يعني يلحظها أهل العلم. فلذلك توقف أبو بكر حتى تبين له أن هذا الجمع ليس من باب الابتداع في الدين، وإنما هو من باب المصلحة المرسلة. فأمر زيد أيضا توقف حتى انشرح صدره بعد ذلك، فبدأ فكان جمع القرآن بإشارة من عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونسخه وتوزيع النسخ على الأمصار كان من عثمان بن عفان. عمر رضي الله عنه الذي كان له الفضل في جمع القرآن، أو الإشارة على ذلك، أو الإشارة بذلك على أبي بكر الصديق، هم أيضا بجمع الحديث، واستشار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأشاروا عليه بذلك. هذا ذكر في بعض الروايات، وإن كان يعني تحتاج إلى يعني تحقيق ونظر في أسانيدها، لكن على العموم لا بأس بذكر هذا. روي هذا عن عمر أنه هم بذلك، وليس بغريب عن عمر مثل هذا.
فأشار عليه بعض الصحابة بذلك، ثم يعني استخار الله شهرا، ثم هم وعزم على ألا يفعل. قال: ذكرت أن قوما كتبوا كتبا فانشغلوا بها عن القرآن فلم يفعل. وهذا سبحان الله إن وقع لأهل الكتاب، حتى إن هذه ما يسمى عندهم بالأناجيل ما هي إلا كتب ألفت، وعندما تقرأ فيها تجدها عبارة عن سير أو عن كتاب لحياة المسيح، على ما فيها المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، على ما فيها من تحريف واختلاف وتناقض. فقد تبين بالنظر فيها أنها كتب مؤلفة ألفها أناس. أما الإنجيل الذي أنزله الله أعلم أين هو، لا يعلم مكانه إلا الله. لا علاقة لها بالإنجيل. يعني المقصود لا شك أنه سيكون فيها بعض الحق، أن هذا هو سبيل المبطلين، يخلطون الحق بالباطل، يروج الباطل الصرف لا يروج إلا إذا خلط ولبس ودلس. المقصود تقول: نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولا، ثم رخص فيه لما زالت العلة، بل أمر به كما سمعتم لأبي شاه، وأمر به عبد الله بن عمرو حين قال: اكتب، وهو الذي نفسي بيده، أو والله الذي لا إله غيره لا يخرج منه أشار إلى فيه إلا الحق. وحديث في صحيح في سنن أبي داود صححه الشيخ الباني رحمه الله. المقصود أن المقصود بهذا الجمع ماذا؟ الجمع الرسمي. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ثم قال: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. يعني أول من جمع الحديث وصنفه ورتبه على الأبواب، يعني على المواضيع، على الأبواب على المواضيع، مثلا العبادات، ثم أبواب للعادات، ثم للمغازي، ثم نحو ذلك، يعني من الرقاق والزهد، على الأبواب حسب المواضيع. فأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، أي أول من جمع الحديث مصنفا له على أبواب، حسب الأبواب، جماعة مقتربون أو متقاربون في العصر، فلم يعرف البادئ منهم لتقارب زمانهم. جماعة في العصر ذو اقتراب أي متقاربون في الزمان والعصر، فلا يعرف بالتحديد أيهم بدأ بالتصنيف. إذن لاحظوا معي، كان في البداية كتابة في الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانت كتابة شخصية، كل يجمع يكتب لنفسه. ثم جاء بعد ذلك التدوين أعم وأشمل، وهو التدوين الرسمي. ثم جاء بعد ذلك التصنيف، لأن هذا الذي جمع يحتاج إلى ترتيب، فرتب ما دون، رتب ما نقل على حسب المواضيع. فكان أول الجامع لهذا جماعة في العصر متقاربون. ثم مثل قال: كابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج توفي سنة 50 بعد 150 هجرية. كابن جريج وهشيم. هشيم طبعا لاحظوا أن ابن جريج مكي. هشيم هو هشيم بن بشير. هشيم ابن بشير الواسطي. هشيم بن بشير الواسطي توفي سنة 83 بعد الهجرة. هشيم بن بشير الواسطي من واسط. ثم قال: وهشيم مالكي. مالك هشيم بن بشير توفي سنة 83 بعد 183 الهجرة. مالك قال: وهشيم مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة توفي سنة 79 و100، وهي السنة التي توفي فيها حماد بن زيد. حماد ابن زيد. نذهب وتمشي ونجيو، لعل إن شاء الله تعريف هذا يساعدنا الحفظ. كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد مبارك. معمر ومعمر بن راشد تقدم معنا قريبا، البصري نزيل اليمن، هذا من البصرة، جاء اليمن فزوجوه
شدوه لأنه جاء بعلم، لما جاء هم يربطوه قيدوه وجلسوا يأخذون عنه أخذ عبد الرزاق صاحب المصنف بن عبد الرزاق نعم الصنعاني، أخذ عن معمر، ما كان ليجده لولا أن قومه زوجوه، قبل على من يأخذ العلم. مقصود أن معمر بن راشد البصري نزل اليمن، توفي سنة 53 وقيل 54 بعد 153 أو 154 هجرية. معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، وولد المبارك، المقصود بذلك عبد الله، يقصد بذلك عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي، المتوفى سنة 81 بعد 181 هجرية. عبد الله بن المبارك يعني هذا الرجل يعني اجتمع فيه من الفضائل ما لم يجتمع في غيره، حتى إنه قيل إن الصحابة لم يفوتوه إلا بفضل الصحبة، فقد اجتمع فيه العلم واجتمع فيه العبادة والجهاد والكرم والإنفاق، يعني أشياء قل ما تجتمع في من جاء بعد الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم علماء يجمعون بين العلم والعبادة والتعبد، وأيضا الجهاد في سبيل الله والكرم والإنفاق في سبيل الله. إن هذه الأوصاف اجتمعت في الصحابة، لكن قل ما تجتمع في من جاء بعدهم. تجد مثلا من اشتهر بالعلم وألف فيه، تجد من اشتهر بالعبادة واشتهر بها، تجد من اشتهر بالجهاد وعرف به، لكن اجتماع هذه الأمور في رجل واحد لا شك أن هذا قليل ونادر في من جاء بعد الصحابة. اجتمع هذا لعبد الله بن المبارك رحمه الله. لأن يقول: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد مبارك. إذن مثل بأمثلة من كل جهة، فيقول كما ابن جريج، ابن جريج في مكة، وهشيم قلنا واسط، ومالك في المدينة، ومعمر في اليمن لأنه انتقل سهرة، وثم أخيرا ومعمر وولد عبد الله بن مبارك في خراسان، هي منطقة كبيرة فيها مرو في خراسان. المقصود أن هؤلاء كانوا في زمان متقارب وألفوا وصنفوا على الأبواب. ذكر السيوطي هنا في شرحه على ألفيته المسمى بالبحر الذي زخر كلاما صراحة يعني مفيدا، نقله عن علي بن المديني، يقول فيه، يقول: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6. لما يأتي علي بن المديني فيقول لك الإسناد يدور على 6، يقصد بذلك غالب الأسانيد طبعا تدور على 6. من هؤلاء 6؟ قال: فلأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل مكة عمرو بن دينار قدم معنا، ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. هذو 6. لأهل المدينة ابن شهاب، لأهل مكة عمرو بن دينار، لأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير 4، ولأهل الكوفة من؟ قال أبو إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران. قال: ثم صار علم هؤلاء 6 إلى أصحاب الأصناف المصنفين. بلاحظوا غادي بنا التصنيف، علم هؤلاء 6 صار إلى أهل أصحاب الأصناف، فممن صنف من أهل المدينة. الذي أعجبني في هذا الكلام هو أن حتى لا نضيع في تحديد أول من جمع الأبواب نقيد بالبلد، فنقول أول من صنف في المدينة مالك،
لأن البلاد كانت متباعدة فلم يعرف بالضبط أيهم كان أسبق، لكن يمكن أن نقيد بالبلد فنقول يقول هنا: فممن صنف من أهل المدينة مالك، ومن أهل مكة ابن جريج تقدم معنا، ابن جريج وسفيان بن عيينة أيضا، ابن جريج متقدم عليه. ومن أهل البصرة يقول سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشعبة ومعمر بن راشد. لاحظوا معمر ذكروا في أهل البصرة، ما نسوش بأنه كان في البصرة ثم نزل اليمن. ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام الأوزاعي، ومن أهل واسط هشيم بن بشير اللي قدم معنا. هذا الكلام ذكرته لكم للفائدة، وإلا فيمكن نعم يمكن أن نكتفي بهذا الذي ذكره الناظم. فقال كابن جريج، أي أول من جمع الأبواب مصنفا على الأبواب، جماعة متقاربون في الزمان مثل ابن جريج في مكة، وهشيم من واسط، ومالك في المدينة، ومعمر في اليمن أو البصرة على أين، ثم ختم بعبد الله بن المبارك في المروزي. نعم. ثم قال: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. أول من جمع الحديث، لكن هذه المرة مع التقيد بالصحيح دون غيره، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم. الجعفي مولى ليس عربي الأصل وإنما بالولاء، وهذا ولاء الإسلام، لأن جد البخاري المغيرة أسلم على يد اليماني الجعفي، فنسب إليه ولاء بالولاء، وهذا الولاء ولاء الإسلام. كان كيسلم شي واحد لا يد شي واحد كيولي كيتنسب القبيلة ديالو فيقال مولاهم، أسلم على يده فينسب، يكون ولاؤه له، هذا يسمى ولاء الإسلام. المقصود قال: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. إذن أول من جمع مقتصرا على الصحيح هو الإمام البخاري. قال: ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. أي إن الإمام مسلم جاء بعد البخاري في ماذا؟ في تجريد الصحيح، في كونه جاء بعده، وبعده من جهتين، يمكن أن يقصد بهذا الترتيب الزماني أو ترتيب الفضل من حيث المنزلة. فالمسلم تلميذ البخاري وخريجه، ومن حيث الزمان هو أيضا متأخر عنه. البخاري توفي سنة 56 و200، ومسلم سنة 61 و200، فبينهما بين وفاتيهما 5 سنين، ومسلم أخذ عن البخاري وتتلمذ عنه، حتى قيل لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني من باب يعني ذكر فضل البخاري على مسلم. ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل. أي إن الأول اللي هو البخاري كتابه أصح على الصواب، أي على القول السديد الراجح، أفضل صحة، أي أفضل من حيث ماذا؟ من حيث الصحة. قال: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. أي ومن فضل مسلما من أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى أبي علي النيسابوري، وشيخ من شيوخ الحاكم النيسابوري، يقول: وأيضا بعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول: هؤلاء الذين فضلوا إنما فضلوا من جهة أخرى وليس من جهة الأصحية. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، من حيث الترتيب وجودة الصناعة أو جودة الإتقان أو إتقانه للصحيح، فكان هو أفضل من جهة الترتيب، حسن الترتيب، من جهة حسن العرض وحسن الترتيب. وذلكم أن الإمام مسلم يجمع الحديث المتعلقة بباب في موطن واحد، ويجمع الأسانيد، وهذا ولا يفرق الأحاديث كما فعل الإمام البخاري، فتجده يذكر الحديث في 7 مواطن متفرقة. ما مسلم قل ما يكرر، وقد جمع محمد فؤاد عبد الباقي ما كرره
مسلم فبلغ بها 37 و100 حديث، 137 حديث فقط اللي كررها في مواطن أخرى من 3000 وزيادة من الأحاديث، يلا كرر 137 في مواطن أخرى. أما في الغالب تجد الحديث في مظنته أولا. يعني البخاري أحيانا يعني يضيعك، هو طبعا لم يقصد هذا، وإنما بالنسبة لطالب العلم ربما يبحث عن الحديث في موطن يظنه أنسب بالحديث فلا يجده. الفهارس يسرت أمور والأجهزة ويسرت أمور، لكن من قبل حين تبحث عن الحديث باعتبار معناه ومضمونه قد لا تجده وتقول لم أقف عليه في صحيح البخاري. بل إن الحاكم نيسابوري استدرك على البخاري بعض الأحاديث وهي فيه، لم يرها واستدركها وهي في الصحيح. يعني البخاري ماذا يعني اشتهر بماذا؟ بدقة استنباطه وبالعناية بفقه الحديث. قيل إن فقه البخاري في تراجمه، ويأتي باستنباطات أحيانا دقيقة، يعني بعضها حير حتى أهل العلم، اختلفوا في ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، فيذهبون في ذلك كل مذهب في النظر، حتى إنه ألف في ذلك مؤلفات في بيان مناسبة الحديث بعض الأحاديث لأبوابها، وما وجه ذكر هذا الحديث هنا، لأنه البخاري كأنه يروض الطالب. نعم صحيح، يعني كشف يعني يكشف لك ما توارى وما يعني خفي من تراجم البخاري أحيانا. المقصود أن الإمام مسلم من هذه الناحية كان أيسر وأسهل في التناول، حديث مجموعة تقريبا في موطن واحد وفي مظنتها، تجد الحديث في مظنته. ثم أيضا يعتني ببيان اختلاف الألفاظ، يعتني بالألفاظ أكثر من البخاري، حتى إذا اختلف مثلا شيخان في لفظة ولو واحدة يذكرها، حتى لو لم تكن مؤثرة في المعنى، حتى لو كان يعني شيئا يسيرا لا يؤثر في المعنى، حتى لو كان في صيغ التحمل، قال حدثنا وقال فلان أخبرنا، حتى في صيغ التحمل يعني اعتنى بضبط الألفاظ. فلهذا قدم أو هو مقدم من هذه الناحية، يعني من جهة حسن الترتيب وحسن الصنعة والإتقان، لا شك أنه قدم من هذه الجهة. أما من حيث الأصحية فلا خلاف بين أهل العلم، خاصة بعد إن كان هناك خلاف فلم يبقى هناك خلاف الآن بعد منذ أزمنة، لم يبقى هناك خلاف في كون صحيح البخاري أصح وأرجح من حيث الصحة من صحيح الإمام مسلم من وجوه كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر، لعلنا نجملها. أولا رجح من جهة الفضل المصنف، قال إذا نظرنا إلى الفضل فالبخاري هو شيخ مسلم، نبغى ندير واحد ترجيح إجمالي، أعلم منه وشيخه وعنه أخذ. إذا أردنا أن ننظر في الكتابين نجد أن الإمام البخاري أو صحيح البخاري أرجح صحة لكونه أرجح من الإمام البخاري في شروط الصحيح كلها. شروط الصحيح اللي هي شنو؟ حد الصحيح مسند بوصله اتصال، بنقل عدل ضابط، عدالة والضبط، عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل. إذن هذه الشروط من حيث عدالة الرواة من انتقد على البخاري أقل ممن انتقد على مسلم. الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم. فالرواة الذين تفرد عنهم البخاري وتكلم فيهم نحو 80، الذين تفرد بهم مسلم لم يخرج لهم البخاري وتكلم فيهم نحو 60 أو 160. هذا من جهة العدالة. ثم إن هؤلاء الذين تكلم فيهم قيل بأن ذكر الحافظ بن حجر أن كثيرا منهم من شيوخ البخاري الذين عرفهم وصبرهم فهو أعلم بهم. ثم إنه لم يكثر عنهم، هؤلاء لم يكثر عنهم مثل ما فعل مسلم، حيث إنه أكثر
من بعض التراجم التي فيها كلام، التي فيها بعض الكلام، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مثلا، أو العلاء عن أبيه، فهذه بعض التراجم التي فيها بعض الكلام، وأكثر منها مسلم. إذن هذا من جهة العدالة والضبط. من جهة الاتصال، البخاري اشترط ماذا؟ اللقي ولو مرة، ولم يكتفي بمجرد المعاصرة، بل إنه اشترط اللقي ولو مرة. ثم أما الإمام مسلم فاكتفى باشتراط المعاصرة مع السلام من التدليس، فشرط المسلمين يكفي، لكن شرط البخاري أوثق وأحوط. واضح؟ اختيار مسلم أرجح، واختيار البخاري أحوط. مهم من جهة اتصال السند هذا. من جهة الشذوذ والعلة أيضا، الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، فجميع من انتقد عليهما كما سيأتي معنا وانتقدوا عليهما يسيرة، نحو عد يعني ابن حجر من انتقد عليهما فذكر نحو 20 و200 حديث، 210 أحاديث، 210. اشترك في 32 32 حديث انتقدت كاين فيهم بجوج، كاين في البخاري كاين في مسلم، يعني متفق عليها. عندما نقول انتقدت فهذا لا يعني بالضرورة أن الانتقاد صحيح، لأنه قال انتقدوا عليه ما يسر، فكم ترى نحوهما نصيرة، كم من حديث انتقدت عليهما وانتصر لهما فيها. المقصود 32 حديث عندهم مشترك. تفرد البخاري ب80 حديثا إلا حديثين، 78 حديث عند البخاري بوحد انتقدت، وبقيت 100 حديث عند مسلم انتقدت، يعني 100 حديث تفرد بها مسلم انتقدت عليه. البخاري اللي تفرد به انتقد عليه 78 حديث. واضح؟ إذن فالمقصود أن البخاري بلا شك أنه أرجح من مسلم من حيث ماذا؟ من حيث الصحية. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، وانتقدوا عليه ما يسيرا، قليلا، يعني 210 أحاديث في ضمن ألوف من الأحاديث، يعني شيء يسير. إنه سيأتي معنا عندما سنتحدث عن عدة أحاديث البخاري حين حررها ابن حجر بحذف المكرر 2600 حديث وحديثين، ومسلم إذا حذفنا المكرر 3033 حديثا، وهذا نطرق له. إذا جمعتي هي 5700 تقريبا، فما نسبة 200 حديث إلى 5000 حديث، يعني يسيرا، يعني شيء يسير. وانتقدوا عليه ما يسيرا، فكم ترى نحو. والمنتقدون منهم من؟ دار قطني، أبو علي الغساني الجياني، منهم ابن عمار الشهيد، حسنت، منهم أيضا أبو مسعود الدمشقي. هؤلاء انتقدوا على ممن انتقد، وغيرهم انتقدوا بعض الحديث في الصحيحين. فكم ترى نحوهم. كم هنا خبرية، يعني كثير، يعني ليست هنا استفهامية، أي كثير من أهل العلم انتصروا لهما، فكم ترى نحوهما نصيرا. ثم قالوا ليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم، يعني إنه ليس في كتب الحديث أصح من الصحيحين بعد القرآن، طبعا بل في الكتب عموما ليس هناك كتاب أصح عموما بعد كتاب الله جل وعلا من هذين الكتابين. ولهذا قدم، أي باعتبار من خرج الحديث أو من خرج الحديث فإنه يقدم ماذا؟ مروي ذين. قدم ألف للإطلاق، قدم هي في الأصل قدم، شو قدم للتثنية، وإنما قدم ما الذي قدم؟ مروي ذين، أي قدم باعتبار المخرج للحديث يقدم ما أخرجه البخاري ومسلم، مروي ذين. فالبخاري يجوز، فالبخاري مهم، فالبخاري أي ما رواه البخاري بعد في الدرجة بعد ما اتفق عليه يأتي ما تفرد به البخاري بإخراجه، ثم مروي فالبخاري فما لمسلم، أي ما
تفرد بإخراجه الإمام مسلم فما حوى شرطهما. ثم قال مروي ذين فالبخاري ماذا قال؟ فما لمسلم فما حوى شرطهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني عندنا متفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ما قال فشرط أول يعني البخاري فثان يعني شرط مسلم فما كان على شرط فتى غيرهما، يعني فما كان صحيحا لكن على شرط غيرهما. فهذه 7 مراتب. صحيح باعتبار من خرج الحديث، هذه المراتب باعتبار من خرج الحديث، وهذا الترتيب هو في الجملة وإلا فإنه كما قال ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني هذا الترتيب هو باعتبار في الجملة، وهذا يعني نقول يعني الجنس أو باعتبار الجملة وليس باعتبار الآحاد. بل أما فيما يخص الآحاد فقد يوجد في المفضول والمرجوح ما يجعله راجحا، فربما تفرد البخاري أو مسلم بحديث من الحديث روي بإسناد من الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد فيقدم على حديث غريب رواه من حديث إنما الأعمال بالنيات، مثلا حديث غريب يقدر يكون حديث فرد به مسلم ورواه بإسناد من أصح الأسانيد، فهذا مرجح. أو ربما يعني يكون اتفق على حديث انتقد وتفرد مسلم بحديث لم ينتقد في أعلى درجات الصحة، فهذه يعني مرجحات قد يعني تجعل المفوق أي المرجوح راجحا. واضح؟ قال وربما يعرض للمفوق أي للمرجوح يجعله مساويا أو قدم قد يساوي وقد يترجح على المتقدم. ثم بين الشرط لأنه لما ذكر في المراتب ذكر شرط البخاري ومسلم فنسب أن يبين المقصود بالشرط. ما مقصود حينما يقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، فما معنى هذا الكلام؟ بينه قال وشرط ذين شرط البخاري ومسلم وشرط ذين كون ذا الإسناد كون هذا الإسناد الذي وصف بكونه على شرطهما لديهما بالجمع والإفراد، أي أن يكون هذا الإسناد قد روي لديهما بالجمع إذا كان على شرطهما، بالإفراد إذا كان على شرط أحدهما. فإذا كنا نقول عندما تسمع هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، الأصح لأن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في تحديد هل ينظر إلى الأشخاص إلى الذوات أو إلى الصفات، هذه مسألة فيها نقاش بين أهل العلم، لكن هنا يذكر لك الراجح في حديث حتى يقال في إنه على شرط البخاري أن يكون ذاك الحديث قد روي بإسناد لديهما، ذاك الإسناد من نفسه. بحال مثلا واحد إسناد ياخذنا الإسناد ديال إنما الأعمال بالنيات مثلا يرواه البخاري عن شيخه الحميدي عن شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص. هذا إسناد مثلا البخاري يجي واحد ويخرج لنا محدث يخرج لنا حديثا بهذا الإسناد مثلا، فهذا الإسناد نفسه اللي عند البخاري كاين عند أحد المحدث فيقال هذا على شرط البخاري، وإذا كان عند الإسناد عند المسلم أيضا يقال على شرط البخاري ومسلم، لأن هذا الإسناد بعينه خرج به أحاديث، عندهم أحاديث بهذا الإسناد نفسه كامل، يعني علاش لا يكفي يعني الرواة، بل شرطهما حينما يقال شرطهما رواتهما بسياقهما. علاش؟ لأنه ربما تجد هذا ثقة وخرج له البخاري مسلم في صحيح، وهذا ثقة خرج له البخاري في صحيح، وهذا روى عن هذا، لكن البخاري لم يخرج لهذا عن هذا لكون رواية هذا عن هذا فيها نظر، رواية غير على الخصوص، حيث بعض الرواة قد يضعف في بعض شيوخه، فما تجيش مثلا تجي تقول هذا خرج لهم بجوج البخاري هذا على شرط البخاري، ما خرج البخاري لم يخرج لهذا عن هذا. واضح؟ إذن فإذا قيل على شرطهما فهذا يعني ذاك الإسناد بنفسه عند البخاري روى به أحاديث، إذا قيل على شرط عندهما جميعا عند البخاري ومسلم، إذا قيل على شرط البخاري فهذا يعني أن ذاك الإسناد عند البخاري.
وإذا قيل على شرط مسلم فهذا يعني أن هذا الإسناد عند مسلم. وأيضا من الأمور التي تذكر أن يكون قد أخرج بهذا الإسناد في الأصول وليس في الشواهد والمتابعات. شيء مثلا هما يكون البخاري ساق إسنادا في الشواهد ولا في المتابعات، ساق إسنادا ثم تقول هذا على شرطه، هذا جاء به من باب التقوية أو من باب يعني معاضدة إسناد بإسناد، فلا يناسب أن تقول هذا على شرط مسلم، وإنما مسلم يعني ذكره من باب أو من باب التقوية ومن باب الشواهد والمتابعات. واضح؟ لأن على أي ماله والله ما فهمت سؤالك. أيوة لا يؤثر إذا كان المتصل لا يؤثر. يعني قد يقول لو أنه مثلا عند البخاري إلا إذا كان مدلس. لو فرضنا أنا مسلم روى من طريق واحد مدلس قال في روايته سمعته، وأنت وقفت على إسناد لكن هذا المدلس قال عنه، لا تقول هذا على شرط مسلم إن هذا مدلس. لكن إذا قال سمعته كما قلت المثال اللي ذكرت فيه سمعته وحدثني كلاهما، هذا صيغة من صيغ التحمل يعني التي تدل على السمع. المقصود أن هذه المسألة وهذه الأبواب تطرق فيها الناظم إلى أمور أو إلى مسائل. الخلاصة المسألة الأولى تدوين الحديث والتصنيف فيه. إذن المسائل اللي طرقنا لها اليوم هي هذه: تدوين الحديث والتصنيف فيه. المسألة الثانية مسألة المفاضلة بين الصحيحين، مسألة المفاضلة بين الصحيحين. ثم المسألة الثالثة مسألة انتقاد الصحيحين، انتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. ثم تحدث عن مراتب الصحيح. المسألة الرابعة مراتب الصحيح باعتبار من خرجه، 7 مراتب الصحيح باعتبار مخرجه، باعتبار من خرجه. ثم ختم بشرط الصحيحين أو أحدهما، شرط الصحيحين أو أحدهما. أعيد: إذن طرق التدوين الحديث وتصنيفه فيه، ثم مسألة المفاضلة بين الصحيحين، ثم مسألة الانتقاد بعد أحاديث في الصحيحين، ثم مراتب الصحيح باعتبار من خرجه، ثم بين معنى شرط الصحيحين أو أحدهما. فهذه 5 أمور تضمنت هذه الأبيات، فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.